ازاي ارض صعبة وصحراوية زي شبه الجزيرة العربية خرج منها حضارات قوية ومزدهرة؟ فتح عينك كده على الصورة. هنا كان مركز تاريخي بثرواته وبحروبه. احنا كل معلوماتنا ولما بنتخيل شبه الجزيرة العربية بنتخيل صحراء وجمال ورملة، بس ده نص الحقيقة، انما النص التاني قصص اغرب من الخيال وحكايات لو اتجمعت مع بعضها تكون لي روايات عظيمة عن مكان خرج منه شعاع حضاري لجميع أنحاء العالم وساب بصمة في التاريخ. أنا مش جاي النهاردة أحكي لك درس تاريخ أو إن أنا أشرح لك المنهج، أنا جاي أحكي لك حكاية ناس عاشوا في الأرض دي قبل 1500 سنة وعملوا ممالك زي الممالك اللي بنشوفها في المسلسلات. في قلب الصحراء وفي الجنوب ازدهرت مملكة سبأ، المملكة التجارية ذات المركز التجاري الهام، وفي الشمال قدر ملوك الغساسنة ان هم يغيروا الخريطة السياسية في المنطقة، والوسط ما كانش عايش في عزلة، بالعكس تماما قدر يسيب بصمة وأثر في التاريخ. تخيل نفسك كده لو كنت عايش في الجزيرة العربية قبل الإسلام، يا ترى كنت هتكون من أي مملكة؟ من مملكة عندها جيش قوي زي الغساسنة في الشمال، ولا مملكة ذات مركز تجاري مهم زي سبأ في الجنوب؟ تخيل نفسك راكب جمل في وسط الصحراء وحدودك فجأة بتلاقي فيها قلاع وممالك قابلة للحرب وقابلة للتجارة، ممالك وحكايات وسر واحد غير التاريخ. وفي عالم مليان أسرار وتاريخ بيظهر شخص مختلف يحكي لك القصة. أنا الكنت ودي حكاية تاريخية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تانية ثانوي، طلاب الأدبي، وأهلا وسهلا بطلاب العلمي. احنا في منصة الخطة التعليمية، معاك مستر حازم عبد الله مدرس مادة التاريخ. هكون معاك إن شاء الله في شرح المادة السنة دي، تاريخ إسلامي، تاريخ تانية ثانوي، قصص وحكايات كتير هنعرفها مع بعض وهنعرفها بتفاصيلها. زي ما أنت عارف إن موقع الخطة دايما بيقدم لك كل ما هو في مصلحتك، احنا بنقدم لك في الكورس بتاعنا شرح لكل درس، وعشان ما نطولش عليك وما تزهقش مننا بنقسم لك الدرس لفقرات عشان ما تملش يا بطل. بعد ما بتخلص الشرح معايا بتروح على طول عشان تتفرج على اهم الافكار، جمعت لك فيها اهم الاسئله من المصادر المختلفه عشان تكون قريب من الامتحان وتفهم فكره السؤال ايه. بعد كده جا دورك بقى ان انت تحل الواجب بايدك، بس انا مش هسيبك، هتلاقيني ظاهر لك في فيديو حل الواجب بشرح لك تفسير كل سؤال وبعرفك الصح ايه، وفي الاخر عندك امتحان بتطبق بيه على الدرس اللي انت ذاكرته وتعرف مستواك وتحدده، ومعاه هديه موقع الخطه الملخص اللي على الدرس عشان تذاكر منه. وفي الختام قول الرحمن ودعاء لربنا عز وجل عشان يوفقنا ان شاء الله. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وهب لي من لدنك سلطانا نصيرا. يلا بينا مع بعض نشوف اول حكايه في التاريخ. بفكرك تاني عشان تشوف باقي المراجعات بتاعتنا بشكل مجاني وبشكل منظم في مكان واحد، حمل ابلكيشن الخطه من اللينك في اول كومنت. حبايبي ابطال تانية ثانوي، احنا دلوقتي مع بعض في اول حكايه في التاريخ الاسلامي. طلاب تانية ثانوي، طلاب موقع الخطه، يلا مع بعض نحكي الروايه ونحكي القصه ونعرف ممالك شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. في البدايه يا بطل عايزك تبقى فاهم هي ايه اصلا شبه الجزيره العربيه الموضحه قدامك في الخريطه. شبه الجزيره العربيه جغرافيا هو المكان الممتد من الخليج العربي شرقا الى البحر الاحمر او بحر القلزم غربا، ومن بحر العرب أو امتداد المحيط الهندي جنوبا لحد الشام وهضبة بادية الشام في الشمال لهضبة نجد في اليمن أو في الجنوب. دي جغرافيا منطقة شبه الجزيرة العربية، موضع الدراسة عندنا في أول درس اللي هنعرف فيها إيه الممالك اللي انتشرت في المكان ده، ونرد على سؤال مهم جدا إن العرب كانوا عايشين في تخلف ورجعية وجاهلية. لا، تعالى مع بعض بقى نشوف من هم العرب وشبه الجزيرة اللي ضمت العرب من بداية استقرارهم منذ آلاف السنين، اللي كانوا ينسبوا إلى سام من نسل سيدنا نوح عليه السلام من بعد الطوفان، وانت عارف القصة بتاعة طوفان سيدنا نوح. فهنعرف مع بعض ايه احوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام، وهل كانت شبه الجزيرة العربية في حاجة لظهور الاسلام ولا لا. ما تيجي نشوف مع بعض. في خطة كلاس بنساعدك انك تنظم وقتك ومذاكرتك بشكل يومي، وده عن طريق جدول بنكون محدد لك الحصص اللي عليك انك تذاكرها. كمان بنساعدك انك تمشي بترتيب المنهج وتوازن ما بين المواد من غير تقصير، وده طبعا بيوفر لك وقت انك تراجع بشكل كويس وتحل امتحانات بشكل مستمر، وده طبعا في وجود المشرفة اللي بتساعدك انك تلتزم وتطور من مستواك. ولو حابب تعرف اكتر عن الخطة كلاس فتقدر تتواصل مع الارقام اللي هتظهر لك على الشاشة. شبه الجزيرة العربية يا أبطال هي جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة قبل الإسلام، لأن زي ما قلت لك في الانترو بتاعنا شهدت الجزيرة العربية استقرار بشري منذ آلاف السنين.
مختلف البشر اللي كانوا بيعيشوا على أرض شبه الجزيرة العربية، اللي منهم العرب اللي قلنا إن هم أمة سامية الأصل. يعني إيه أمة سامية الأصل؟ يعني أمة بتنسب إلى سام من نسل سيدنا نوح أو ابن سيدنا نوح. زي ما أنت عارف إن سيدنا نوح كان عنده سام وحام ويافس، فيافس وسام وحام دول أبناء سيدنا نوح. استقر منهم سام ابن نوح في منطقة الجزيرة العربية، ومن نسله بدأ يظهر عندنا العرب. فطبعا العرب يعتبروا أمة سامية الأصل، يعني بيرجعوا إلى سام ابن سيدنا نوح. نشأوا على أرض شبه الجزيرة العربية وبدأوا يبنوا ممالك عظيمة كانت مؤثرة، وقدروا إن هم يأسسوا حضارات متعددة اعتمدت على استثمار موارد شبه الجزيرة العربية، وقدرت إن هي تتواصل مع الحضارات الأخرى. يعني ده أول رد ممكن نرده على الناس اللي بيقولوا إن العرب كانوا بيعيشوا في عزلة، وإن بيقولوا إن العرب كانوا في البدائية أو الجاهلية. انت شايف ايه من خلال مظاهر الحضاره؟ وطبعا انت هتعرف التفاصيل معايا خلال الدرس. انا في المقدمه لسه بقول لك ان احنا قدرنا نستثمر الموارد اللي كانت موجوده في شبه الجزيره العربيه، وكعرب قدرنا ان احنا نتواصل مع الحضارات الاخرى. في المقام الاول نحن مصريون، انا اعتز بقوميتي ان انا مصري، وافتخر ان انا جزء من الوطن العربي، بس في الاول والاخر انا رجل مصري، انا ولاء لدولتي مع احترامنا لاي حد. يلا نعرف مع بعض ممالك ومدن شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. عندنا اول حاجه ممالك كونت حضارات وسقطت قبل ظهور الاسلام، وهي ممالك جنوب شبه الجزيره العربيه في منطقه اليمن. انت عارف الخريطه ان اليمن تعتبر موجوده في الجزء الجنوب الغربي من شبه الجزيره العربيه. كان عندنا ممالك في الجنوب ناحيه اليمن، وهم ممالك معين وسبأ وحمير. عندنا مملكه زي مملكه معين اللي كانت مستقره من اول عام 1300 لحد عام 630 قبل الميلاد. التاريخ حفظ يا مستر؟ لا، عشان طلبه العلم ترتاح، بس تبقى فاهم معلوماتك رايحه لايه. موقع مملكه معين فين بالظبط؟ قال لي هي في منطقه الجوف الجنوبي باليمن. يعني لو جيت بصيت على الخريطه ورجعنا تاني بصينا على الخريطه بتاعتنا، هنلاقي ان المنطقه اللي كان فيها الحضارات، عشان تبقى عارف احنا بنتكلم عن انهي نقطه وتبقى عارف احنا بنتكلم فين. ادي ممالك الجنوب مملكه معين، نرجع تاني. ادي مملكه الجنوب اللي هي مملكه معين في اليمن، والممالك اللي نشأت في المنطقه كانت موجوده عند الجوف الجنوبي من دوله اليمن. يعني لو جينا بصينا كده المنطقه دي كده اسمها الجوف الجنوبي لليمن. المنطقه دي هي اللي نشأ فيها ممالك الجنوب مثل مملكه سبأ ومملكه معين ومملكه حمير. خلي بالك من النطق والاسم كويس قوي، مش مسميات صعبه سهله. انت طالب تانية ثانوي، انت رايح ثالثه يا بطل، فخلي بالك. مملكه سبأ ومعين وحمير دي الممالك اللي نشأت في الجنوب وكان ليها دور مهم جدا. نبدأ نتعرف مع بعض على ملامح كل مملكه من دول ونشوف التفاصيل بتاعتها ايه. احنا في البدايه بنتكلم عن ممالك الجنوب. زي ايه ممالك الجنوب؟ قلنا زي معين وسبأ وحمير. اول مملكه اللي هي مملكه معين اللي نشأت من اول 1300 لحد 630 قبل الميلاد. عرفنا فين؟ منطقه الجوف الجنوبي باليمن. طب اتخذت عاصمه، يعني مركز للمملكه او مقر استقرار لحاكم المملكه، اللي هنعرف النظام السياسي بعدين. مدينه اسمها مدينه قرناو. يبقى كانت مدينة قرناو عاصمة لمملكة معين. نخش على المملكة اللي وراها وهي مملكة سبأ. استقرت من أول عام 800 لحد عام 115 قبل الميلاد. كانت موجودة فين؟ أنت شفت الخريطة، برضو في جنوب غرب اليمن. اتخذت مدينة وهي مدينة مأرب. واحنا طبعا عارفين قصة مملكة سبأ وشهرة مملكة سبأ نظرا لكان أشهر ملوك مملكة سبأ الملكة بلقيس، وعارفين قصتها مع سيدنا سليمان وذكرها في القرآن الكريم لما الهدهد جال سيدنا سليمان وقال له جئتك من سبأ بنبأ اليقين، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة النور الآيات من 23 ل 37. إيه سبب شهرة مملكة سبأ؟ مملكة سبأ يا أبطال بمعنى بسيط كده وبمنتهى السلاسة، عشان ما تاخدش التفاصيل إن هي حفظ. التاريخ يا جماعة مش حفظ، تاريخ حكاية وقصة ورواية بنحكيها عشان نستمتع بيها، مش عشان بس نذاكرها ونخش نحلها في الامتحان. استمتع بكل تفصيلة عندك في المنهج، خد التاريخ على إنه حكاية وقصة، هتلاقي نفسك فهمت وقدرت في نفس الوقت تحفظ. إيه سبب شهرة مملكة سبأ؟ إن كان عندهم سد، السد ده كان يعرف باسم سد مأرب، نظرا لكثرة الأمطار اللي كانت بتسقط. فطبعا الأمطار دي بتعمل سيول فممكن تغرق الأراضي، فعشان كده جم الناس في مملكة سبأ عملوا سد اسمه سد مأرب. المفروض السد ده بيخزنوا فيه الميه وبيستفيدوا منها في الزراعه وغيره، لكن هتحصل مشكله كبيره جدا بعدين وهي انهيار سد مأرب. ودي نقطة فاصلة في التاريخ مهمة جدا جدا جدا. تخيل سد حاجز كمية كبيرة جدا من المية، أول ما ينهار المية دي كلها هتفيض وتغرق الأراضي المجاورة ليه. طب كل السكان اللي عايشين هناك هيعملوا إيه؟ هيهاجروا ويسيبوا المنطقة دي ويتفرقوا في شبه الجزيرة العربية
ودي انا هحط لك فيها استنتاج، وركز بقى ورقك وقلمك وسجل ورايا. كون ان انا بقول ان انهيار سد مأرب في مملكه سبأ ادى الى هجره العديد من القبائل الى اجزاء متفرقه من شبه الجزيره العربيه، يبقى انا ممكن اطلع من الحدث ده كذا فكره، كذا موضوع للسؤال. ازاي بقى السؤال بيتعمل في التاريخ عندنا؟ سد مأرب يعتبر انهياره اسباب طبيعيه، او نقدر نقول اسباب اقتصاديه. ادي فكره مهمه جدا، ودي اول استنتاج عندنا. طب ممكن نعمل استنتاج تاني ايه؟ خلي بالك من نواتج التعلم كويس قوي. ده السؤال بيجي ازاي؟ 2 ان لعبت مملكه سبأ وانهيار سد مأرب دورا في تغيير ديموغرافيه شبه الجزيره العربيه. يعني ايه تغيير ديموغرافية شبه الجزيرة العربية؟ مصطلح الديموغرافيا ده هو مصطلح خاص بالسكان. انت كده فهمت؟ ما انا بقول لك انهيار السد ادى الى هجرة قبائل متفرقة، هيروحوا يستوطنوا اماكن جديدة، هيدخلوا على الناس اللي فيها او السكان القدام، فيغيروا من طبيعة السكان. في ناس جديدة جت علينا في المناطق دي وينتشروا في اجزاء متفرقة سواء في الشمال او في الغرب وغيره. فنقدر نقول ان انهيار سد مأرب حدث خطير جدا، وهتعرف كمان شوية هيأثر في ممالك ايه بالظبط. انه غير من ديموغرافية شبه الجزيرة العربية، انه كان نقطة الانطلاقة اللي ادت الى تغيير السكان شبه الجزيرة، وبدأت ان هي تلعب دور مهم جدا في التغييرات اللي هتبقى موجودة في المناطق دي. فهجرة القبائل جزء مهم وموضوع سؤال خلي بالك منه. المملكة الثالثة عندنا وهي مملكة حمير. مملكة حمير، خلي بالك من المصطلح، مش مملكة حمير، ركز. مملكة حمير موقعها فين؟ زي ما شفنا على الخريطة، ما بين سبأ وما بين بحر القلزم. طلبة علم دلوقتي مش طايقني، ايه يا عم اللي انت بتقول؟ ايه يا عم الطلاسم اللي انت بتقولها دي؟ واحدة واحدة، ما تاخدش المصطلحات او المسميات على انها حفظ. افهم، لم افكارك، الموضوع لذيذ قوي وهوريك الشفرة اللي هنعملها في اخر الدرس، هتلم لك الدرس كله ازاي. يبقى اتفقنا ان المملكة الثالثة عندنا هي مملكة حمير، اللي استقرت من عام 115 قبل الميلاد لحد عام 525 ميلاديا. خلي بالك، يبقى دي عصرة ميلاد السيد المسيح. خد بالك عشان هنا ممكن يعمل لك سؤال. انا قلت لك التاريخ مش حفظ، بس هجيب لك الافكار اللي ممكن يلعب عليها كاصعب فكره ممكن تيجي في الامتحان. بما اني بقول من 115 قبل الميلاد، انت عارف من اولى ثانوي علمي وادبي كنت بتاخد تاريخ في اولى ثانوي، تاريخ قديم، عارف ان قبل الميلاد مصطلح مقصود بيه قبل ميلاد السيد المسيح، وميلاديا بعد ميلاد السيد المسيح. اي من الممالك الاتيه اللي نشأت في جنوب الجزيره عصرة ميلاد السيد المسيح؟ اهو سؤال جديد وفكره جديده ممكن يجيبها لك في الامتحان. قلنا ان موقعها كان ما بين سبأ وبحر القلزم، واتفقنا ان بحر القلزم هو البحر الاحمر. يقول لك قلزم يقول لك بحر احمر، الموضوع بسيط. كانت عاصمتها مدينه تعرف باسم ريدان او ظفار، مدينه ريدان او مدينه ظفار. وده كده بالنسبه لممالك جنوب شبه الجزيره. وفي استكمالنا لمناطق شكلت مناخ حضاري قبيل ميلاد الرسول وظهور الإسلام، بنبدأ نتكلم عن مدن غرب شبه الجزيرة العربية. بعد ما عرفنا ممالك الجنوب وعرفنا التفاصيل اللي كانت موجودة في كل مملكة، جاء الوقت اللي احنا نعرف فيه المدن اللي موجودة في غرب شبه الجزيرة العربية، أو ما يعرف باسم منطقة الحجاز اللي هي حاليا السعودية. كان عندنا ايه اهم مدن الغرب؟ عندنا مدينة مكة المكرمة، طبعا غنية عن التعريف وهي أشهر مدن الحجاز. طب بالنسبة لشهرتها وأهميتها، وده موضوع سؤال خلي بالك منه، أشهر مدن الحجاز ولها أهمية. ليه يا مستر؟ لها أهمية اقتصادية وأهمية تجارية. خد بالك، إحنا لو جينا بصينا على الموقع الجغرافي لمدينة مكة، لما نيجي نبص بقى على الخريطة مهمة جدا 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 لفهم التفاصيل. بص يا صديقي العزيز، إحنا لما بنيجي نتكلم عن موقع مكة، شايف؟ ادي الموقع اللي فيه مدن الغرب. المنطقه دي كلها يا شباب اسمها منطقه الحجاز، اللي فيها مدن الغرب اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي، مكه ويثرب والطائف. دي كده منطقه الحجاز في غرب شبه الجزيره العربيه. قال لي ان مكه يعتبر ليها اهميه اقتصاديه ما بين قوسين تجاريه مهمه جدا. طب ليه يا ابطال؟ قال لي عشان بحكم موقع مكه الجغرافي، يبقى كان للعوامل الطبيعيه تاثير في سبب شهره مكه. ماله الموقع الجغرافي يا مستر؟ قال لي حطها على طريق القوافل التجارية اللي كانت بتروح للشام وبتنزل لليمن، في رحلتين كانت بتعملهم أشهر قبائل مكة واللي انت عارفها، وهي قبيلة قريش، لإلاف قريش
الى فهم رحلتي الشتاء والصيف. ربنا عز وجل ذكر الرحلتين دول في القرآن الكريم، واحنا كنا عارفين ان كانت قبيلة قريش بتشتغل في التجارة وكانت اشهر قبائل مكة، فكان ليهم رحلتين، رحلة كانت في فصل الصيف ورحلة كانت في فصل الشتاء. اللي في فصل الصيف كانت بتروح للشام، المنطقة دي كلها اللي فيها تدمر والغساسنة والأنباط. بالمناسبة عشان ما تتلخبطش، احنا هنتكلم عن الممالك دي كمان شوية، دورها لسه ما جاش، بس المنطقة دي كده اسمها منطقة الشام. فكانت رحلة الصيف اللي بتقوم بيها قبيلة قريش في مكة كانت بتذهب إلى الشام، ورحلة الشتاء كانت بتذهب إلى الجنوب اللي هو اليمن، اللي انت خدت معايا الممالك بتاعته سبأ ومعين وحمير. يبقى أول حاجة لازم أعرفها في سبب شهرة مكة، موقعها الجغرافي لعب دور مهم جدا انه يكسبها أهمية اقتصادية او انه يكسبها شهرة في المنطقة، نظرا لان الموقع وضعها على المناطق التجارية او على الطريق التجاري. فطبعا كان الطريق التجاري ده طريق مهم جدا بتستغله مكة بسبب الموقع ده اللي كان على طريق القوافل التجارية ما بين الشام واليمن وتنظيمها الرحلتي الشتاء والصيف. كمان مكان ومدينة شغالة في التجارة، وده النشاط الاقتصادي الرئيسي ليها، أكيد هيبقى عندها أسواق. فكان عندها أسواق مشهورة جدا في شبه الجزيرة. بص الفهم وبص قيمة إن أنا أبقى رابط الحاجة ببعضها. شهرة أسواقها التجارية زي إيه؟ قال لي زي سوق اسمه ذي المجاز وسوق اسمه مجنة. ذي المجاز ومجنة، اربط. أنا عشان أحفظ النقط دي كلها مش هقعد أقول 1 كذا 2 كذا 3 كذا. هل أنا بعمل معاك كده؟ هل أنا طلعت دلوقتي قلت لك تعالى نحفظ مع بعض وغني وقول ورايا؟ الاسلوب ده انتهى خلاص، ولا عصره. احنا في النظام الجديد في الاسئله المفتوحه. عشان نفهم سبب شهره مكه امسك العصايه من النص. اولا مكه موقعها متميز، بسبب موقعها المتميز اتحطت على طريق القوافل فبقت طريق تجاري مهم، فده سبب شهرتها اللي اداها اهميه اقتصاديه او اهميه تجاريه. طب هي بتشتغل في التجاره يبقى كده عندها اسواق. بص الفهم. فشهره اسواقها زي ذي المجاز ومجنة. كمان ما تنساش السبب الأساسي اللي كلنا عارفينه لشهرة مكة والأهمية التانية اللي ممكن أضيفها على الأهمية الاقتصادية التجارية، هي الأهمية الدينية، نظرا لوجود بيت الله الحرام الكعبة المشرفة، وكان فيها أشهر قبائلها وهي قبيلة قريش. لمينا مكة بمنتهى البساطة. نخش على المدينة اللي وراها وهي مدينة يثرب. المدينة دي الجزء اللي قاله لك ده مش في المنهج، بس عشان تبقى فاهم ان احنا بنحكي القصة زي ما انت اتعودت مع الكنت، ان يثرب ده اسم شخص كان بيدعى يثرب فتسمت باسم يثرب. طب هي فين يا مستر دلوقتي؟ اعرفها ازاي؟ في السعودية برضو وانت عارفها، اللي هي المدينة المنورة. انت تسمع دلوقتي مصطلح المدينة المنورة، بس في الجاهلية او قبل الاسلام كانت بتسمى بيثرب. وفي اقوال بتقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اطلاق مصطلح يثرب على المدينة المنورة بعد هجرة الرسول اليها، وده اللي هتعرفه معايا في رحلتنا السنة دي. هتتعرف باسم المدينة النبوية، ثم هيجي العثمانيين وهيطلقوا عليها اسم المدينة المنورة، او طيبة في اقوال اخرى، طابت مكانا سكن فيه او استقر فيه المسلمين. يثرب بتختلف عن مكه في نقطه، ايه هي؟ النشاط الاقتصادي الرئيسي هنا كان التجاره. برافو عليك. طب النشاط الاقتصادي الرئيسي هنا قال لي كانت عباره عن واحه زراعيه. احنا في قلب الصحراء ما تنساش، شبه الجزيره العربيه طبيعه صحراويه، بس في واحات. انت عارف من دراسات الاعدادي وعارف من اولى ثانوي ان في مناطق صحراويه بيكون فيها واحات، مناطق صالحه للزراعه تعتمد على المياه الجوفيه. فكانت يثرب بمثابه واحه زراعيه، يبقى عندها زراعه. يبقى ده اول اختلاف ممكن اطلعه ما بين يثرب وما بين مكه. خد بالك انا بديك الافكار في قلب الشرح وهتساعدك جدا في الحل. وكمان كان ليها اهميه تجاريه. طب ما هي في نفس المكان جنب مكة، هي قريبة منها، فالاتنين زي ما شفت في الخريطة قريبين من بعض، الاتنين برضو على طريق القوافل التجارية ما بين مكة واليمن والشام. يبقى نفس لعبة مكة تشابهت كل من مكة ويثرب في النشاط الاقتصادي، بس مش الرئيسي، خلي بالك، لأن الرئيسي هنا تجارة زي ما قلنا، والرئيسي هنا زراعة زي ما قلنا، بس نضيف عليه الأهمية التجارية. يعني نقدر نقول إن سبب أهمية وشهرة يثرب هي أهمية اقتصادية برضو زيها زي مكة، بسبب إن هي كانت بتقع على طريق القوافل التجارية ما بين مكة واليمن والشام. أشهر القبائل زي ما عرفنا في مكة إن أشهر قبائلها كانوا قريش. طب أشهر قبائل يثرب مين؟ قال لي الأوس والخزرج. وخد المفاجأة دي، مين هم الأوس والخزرج؟ دول قبائل يمنية يا معلم، انتقلوا إلى يثرب بعد انهيار سد مأرب. برافو عليك، هاجروا إليها بعد انهيار سد مأرب. ما أنا قلت
قلت لك ان لعب سد مأرب ومملكه سبأ دور في تغيير ديموغرافيه شبه الجزيره العربيه، ودي اول مكان اهو استقبل عناصر جايه من اليمن بعد انهيار السد. كانوا بيخزنوا الغلال يعني المحاصيل اللي هم بينتجوها في المكان اللي هم كانوا موجودين فيه، وفي اسفل البناء زي الصومعه كده باب بتؤخذ منه الغلال يعني المحاصيل اللي هم زرعوها وقت الحاجه. فده اكبر دليل يبين لي ان يثرب كانت منطقه زراعيه. ثم مدينه الطائف، ودي موجوده جنوب مكه، او نقدر نقول جنوب شرق مكه. جنوب شرق مكه. جميل. مالها الطائف وايه اللي بتتميز بيه؟ قال لي الطائف كانت منطقه ذات مناخ معتدل بسبب ارتفاع سطحها، وكان ليها شهره كبيره جدا في زراعه العنب، وكانت بتصدره لجميع انحاء العالم، فدي سبب شهرتها. كمان اشهر قبيله هنا اللي هي قبيله قريش كان ليها اراضي ومزارع داخل مدينه الطائف، وكانت بتسكنها قبيلتان اسمهم قبيلتي ثقيف وهوازن، ودول هنعرف حكايتهم بعد كده مع بعض من خلال احداث منهجنا. طيب بعد كده بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن ممالك الشمال. عارف ان انت مستني انت كده لو ركزت على خريطه شبه الجزيره العربيه. اتكلمنا عن ايه تاني سريعا عشان تجمع افكارك معايا وما تسرحش. اتكلمنا عن ممالك الجنوب معين وسبأ وحمير، وعرفنا سبب شهره كل مملكه فيهم. اتكلمنا عن مدن الغرب، اتكلمنا عن مكه، واتكلمنا عن يثرب اللي هي المدينه فيما بعد، واتكلمنا عن الطائف. فضل لنا جزء وهو شمال شبه الجزيره العربيه، الوضع اللي كان موجود فيه. ممالك شبه الجزيره العربيه، احنا هنتكلم عن ايه في ممالك شبه الجزيره؟ قال لي في اطراف الصحراء العربيه الشماليه قامت ممالك عربيه، منها مملكه الغساسنه في الشام، ومملكه الحيره في العراق او تعرف باسم المناذره، والاسم ده مش عليك. مملكه الغساسنه، وكان في مملكتين تانيين بس دول مش موضوع دراسه عندنا لان دول سقطوا قبل الاسلام. جمع افكارك كده واحده واحده عشان ما تتوهش. معين، سبأ، حمير، تدمر، الانباط سقطوا قبل الاسلام، لكن الغساسنه والحيره عصر الاسلام هم ومدن الغرب اللي هم مكه ويثرب والطائف. عشان كده احنا ما اتكلمناش عن تدمر ولا انباط ولا هنجيب سيرتهم، بس تعرفهم من خلال ممالك الشمال وتعرفهم من خلال الخريطه عشان برضو تبقى فاهم ممالك الشمال كلها قام فيها ايه. لكن موضوع الدراسه عندنا هو مملكه الغساسنه اللي نشأت في الشام، ومملكه الحيره اللي نشأت في العراق. الشام اللي هي حاليا تعتبر شمال شرق مصر. لو عديت كده من اراضي مصر من شبه جزيره سيناء فجاه تلاقي نفسك في اراضي الشام اللي هي فيها فلسطين وسوريا ولبنان والجزء ده. كانت الممالك دي حدا فاصلا. ممالك الشمال كانت حد فاصل ما بين العرب وما بين دولتي الفرس والروم. لا ارجع لي تاني يا مستر وهات لي الخريطه عشان عايز افهم يعني ايه كانت الممالك دي حد فاصل ما بين دوله الفرس ودوله الروم. بص يا سيدي، تدمر، الغساسنه، الانباط، الحيره. جميل، دي كده دوله العراق اهو، ودول نهري دجله والفرات لو انت فاكر الخريطه بتاعتك من الاعدادي. جنبهم كان في امبراطوريه عظيمه جدا وهي دوله الفرس، وهنتكلم عليها كتير قوي في منهجنا. الناحيه الثانيه في الغرب كان في امبراطوريه اعظم وهي الامبراطوريه الرومانيه او القسم الشرقي منها اللي كان بيعرف باسم البيزنطيه. فطبعا نقدر نقول ان الممالك اللي قدامنا سواء الحيره في الشمال الشرقي او ممالك الشام غساسنه تدمر انباط في الشمال الغربي كانوا بيفصلوا منطقه شبه الجزيره العربيه والعرب عن دولتين مهمين جدا، دوله الفرس في الشمال الشرقي ودوله الروم البيزنطيين في الشمال الغربي. فعشان كده ده تفسير كلمه، كل كلمه قدامك هفسرها لك، ده تفسير كلمه ان هي شكلت حد فاصل ما بين العرب وما بين الجزء الخاص بامبراطوريه الفرس والجزء الخاص بامبراطوريه الرومان. فعشان كده بنقول ان هم كانوا حد فاصل ما بين المنطقتين دول او الدولتين دول. نبدا نتكلم بقى بشيء من التفصيل عن مملكه الغساسنه وعن مملكه الحيره. مملكه الغساسنه من عام 220 ميلاديا لعام 638 بالمناسبه ميلاديا، يبقى عصر ميلاد السيد المسيح، وكانت مملكه نصرانيه مسيحيه. اصلها بترجع لقبائل يعرفوا باسم الأزد بالضم، قبائل الأزد. مين قبائل الأزد دول يا مستر؟ دول زيهم زي الأوس والخزرج، سكان يثرب اللي هاجروا برضه من اليمن للشام بعد انهيار سد مأرب. ربط افكارك وجمع، واستقرت في باديه الشام. وقف، حط سؤال على طول، شغل نفسك وانت بتذاكر، اعمل لنفسك اسئله، هتلاقي السؤال ده قدامك وانت بتحل سواء في امتحان سواء في كتاب خارجي. ان لعبت مملكه سبأ او انهيار سد مأرب دورا في تشكيل كل من نقط ونقط، او تغيير ديموغرافيه كل من نقط ونقط يثرب ومملكه الغساسنه حتى الان. عاصمتها، قال لي ان كان لمملكه الغساسنه عواصم عديده، كان اخرهم او استقرار العواصم كان في مدينه تعرف باسم مدينه الجابيه. فين مدينه الجابيه دي؟ قال لي في الجولان. فين الجولان؟ في سوريا.
عشان برضه تبقى عارف الاماكن، ما انا قلت لك الجزء بتاع الشام شامل سوريا عشان تبقى فاهم الجزء ده. اشهر ملوكها مع نهايه القرن السادس ضعف ملوك مملكه الغساسنه، وكان اخرهم شخص يعرف باسم جبله ابن الايهم، الرجل الذي ارتد بسبب صفعه. ما تيجي كده احكي لك قصه جبله ابن الايهم ونفصل فيها وندردش شويه خارج اطار المنهج. زي ما قلت لك انا بقدم لك حكايات وقصص مش بس منهج وسرد تاريخي. قصة جبل بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة، الرجل الذي ارتد من الإسلام بسبب صفعة. في يوم من الأيام كان جبل بن الأيهم بعد ما أعلن إسلامه قرر إن هو يروح يعمل أو يؤدي فريضة الحج، فكان جنبه رجل من البدو كان ماشي جنبه في الطواف حول الكعبة، فغصب عنه داس على الرداء بتاع جبل بن الأيهم، وفي قول آخر إن هو داس على الحذاء اللي كان لابسه جبل بن الأيهم فخلعه. فجبل بن الأيهم يعني استثار وغضب وبدأ ان هو يتنرفز على الراجل. وطبعا ما تنساش ان جبل بن الايهم ملك، فهو لسه في عادات الجاهليه ان انا ملك، ان انا مميز عن الناس دي ما تساوينيش. فكان فاكر انه هيستمر بنفس المنطق والفلسفه دي حتى بعد دخوله الاسلام، ما يعرفش ان الاسلام ساوى ما بين جميع الناس ومفيش فرق ما بين حد والتاني، وان كلنا سواسيه الا من يجتهد عشان خاطر طاعه ربنا عز وجل. فكان ملك الغساسنه جبل بن الايهم استثار وغضب من الرجل العربي او الرجل البدوي، فصفعه صفعه يعني لطشه بالقلم لطشه كده. في اقوال بتقول لك ان هي هشمت انفه، يعني كسر له مناخيره من شده الضربه. الكلام ده كله كان في عهد مين؟ واسلام جبل بن الايهم كان في عهد مين؟ كان في عهد الخليفه الفاروق عمر بن الخطاب. وما ادراك ما الفاروق عمر بن الخطاب؟ انت عارف ان هو فاروق فرق بين الحق والباطل وكان خليفه عادل. فراح جبل بن الايهم للخليفه عمر بن الخطاب الخليفه الفاروق وقال له لقد صفعني. تاني معلش هنعيد تاني، عايزين نظبط الجزء اللي احنا وقفنا عنده في القصه ده مع الجزء ده، ماشي؟ يلا بينا. فراح الرجل العربي او الرجل البدوي للخليفه عمر بن الخطاب الخليفه الفاروق وقال له لقد صفعني جبل بن الايهم. فطبعا الخليفه عمر بن الخطاب خليفه عادل لا يظلم عنده احد، فاستدعى جبل بن الايهم وقال له ان انت صفعت الراجل، فالمفروض ان الراجل ده يقتص منك والمفروض انه ياخد حقه، وزي ما انت صفعته هو لازم يرد لك الصفعه. طبعا جبل بن الايهم رفض، وجبل بن الايهم قال له انا ملك الغساسنه، ازاي ملك الغساسنه يصفع من مجرد رجل عربي بدوي؟ فطبعا بدأ الخليفة عمر بن الخطاب يحس في نبرة جبل بن الأيهم إن مش عاجبه الموضوع ومش عاجبه فكرة القصاص أو فكرة إنه غلط فيحاسب، وإنه لازم يعامل زيه زي أي حد، وإن مفيش فرق ما بين ملك وما بين عبد، حتى كله في الإسلام سواسية. فطبعا دي قصة سريعة كده عن من هو جبل بن الأيهم. فكان جبل بن الأيهم بيهدد الخليفة عمر بن الخطاب، قال له طب ارتد، قال له لو ارتدت أنت حر هنقتلك. فطبعا ده اللي قاله الخليفه عمر بن الخطاب لجبل بن الايهم. فلما ضعف حكام مملكه الغساسنه وكان اخر ملوكهم جبل بن الايهم اللي سياسته زي ما انت فهمت واديت لك المقدمه عشان تفهم سطر واحد بس عندك في المنهج، ان طبعا مملكه الغساسنه زي ما احنا اتفقنا كانت بحكم موقعها الجغرافي قريبه من امبراطوريه الروم او قريبه من البيزنطيين، فطبيعي كانت مملكه الغساسنه تحت توجيه الروم او كانت هي التابعه لمملكه الروم او مملكه البيزنطيين. فعشان كده جبل بن الايهم هيقف مع الروم في مواجهه المسلمين في موقعه اليرموك في عام 13 هجريا 634 ميلاديا، وهنعرف تفاصيل المعركه دي في منهجنا قدام. انتهت المعركه بانتصار المسلمين، وبعدها اصبحت مملكه الغساسنه سقطت وبقت جزء من الدوله الاسلاميه. ده كده نبذه سريعه عن مملكه الغساسنه. نروح للجزء الشمالي الشرقي ناحيه العراق ما بين ضفاف نهري دجله والفرات، وفي غرب نهر الفرات بنلاقي مملكة الحيرة اللي استقرت من عام 268 ميلاديا لعام 633. أصلها نشأت في القرن الثالث الميلادي بسبب إيه؟ قال لي بسبب هجرة سكان اليمن وقبائل جم من اليمن إليها. ليه؟ بعد انهيار سد مأرب. يبقى ضيف عندك وادي ثالث فكرة، خلي بالك. يثرب 1، 2 قبائل الأزد، 3 مؤسسين مملكة الحيرة والسكان أو القبائل اللي هاجرت من اليمن. آدي الثلاث عناصر اللي هاجروا من اليمن أو هاجروا من مملكة سبأ بعد انهيار سد مأرب واستقروا في أجزاء متفرقة، وإحنا عرفنا الأجزاء دي إيه. عاصمة مملكة الحيرة هي منطقة الحيرة. فين المنطقة دي؟ قال لي جنوب الكوفة. فين برضو؟ غرب الفرات زي ما قلنا، وتعتبر في جنوب العراق. أشهر ملوكها النعمان بن المنذر اللي كانت تابعه للدوله الساسانيه الفارسيه. زي ما قلنا ان مملكه الغساسنه بحكم موقعها الجغرافي فكانت تابعه لامبراطوريه الروم، نظرا للموقع اقرب منها فكانت تابعه ليها. وكانت مملكه الحيره في العراق زي ما شفت على الخريطه
اقرب من امبراطوريه الفرس اللي كانت بتحكم فيها دوله تنسب لآل ساسان تعرف باسم الدوله الساسانيه. فنظرا للموقع الجغرافي للحيره كانت تابعه للدوله الساسانيه الفارسيه، وكانت دايما بتساندهم في الحرب ضد الروم وضد حلفائهم وهم مملكه الغساسنه. يبقى واحده واحده عشان تستنتج افكارك، احنا عندنا الفرس وعندنا الروم، امبراطوريتين عظيمتين في المنطقه وليهم اتباع عندنا في قلب شبه الجزيره العربيه. الحيره اقرب للفرس تابعه ليها، الغساسنه اقرب للروم تابعه ليها. لو في حاله عداء وحرب ما بين الغساسنه وما بين الحيره، يعني بالتبعيه بيكون في حاله حرب ما بين الروم وما بين الفرس، او بمعنى اصح لو قامت حرب ما بين الفرس والروم فتقوم حرب ما بين الغساسنه وما بين الحيره، وتقوم حرب ما بين جبل بن الايهم وما بين النعمان ابن المنذر. بعد كده عندنا ايه؟ بعد كده بنتكلم عن مظاهر الحضاره في شبه الجزيره العربيه. في الخطه كلاس بيكون عندنا جروب فيه طلاب من نفس شعبتك، هتذاكروا نفس المواد الدراسيه وتتناقشوا فيه مواضيع مختلفه علشان ما تحسش انك منعزل او لوحدك. كمان في الجروب ده تقدر تشارك زمايلك اهتماماتك طول السنه، وهيكون عندنا روح منافسه ومسابقات وجوائز للناس المتميزه طول السنه. وطبعا كل ده بيكون تحت اشراف مشرفه خاصه بالجروب. ولو حابب تعرف اكتر عن الخطه كلاس تقدر تكلمنا على الارقام اللي هتظهر عندك على الشاشه. ابطال تانية ثانوي، بعد ما عرفنا مع بعض ممالك شبه الجزيره العربيه، عرفنا ممالك الجنوب، عرفنا ممالك الشمال، عرفنا مدن الغرب، تعال نرد على السؤال ان العرب عايشين في جاهليه. هل العرب ما كانش عندهم حضاره؟ ازاي واحنا بنقول مظاهر الحضاره في شبه الجزيره العربيه وانت عرفت في اولى ثانوي ان الحضاره كل ما ينتجه الانسان سواء كان انتاج مادي او انتاج معنوي؟ معنى كده ان الجزيره العربيه شهدت انجازات حضاريه زي ما احنا عرفنا. الانجازات الحضاريه دي هنتكلم فيها عن ايه؟ هنتكلم عن الحياه السياسيه. اول عنصر عندنا حياه سياسيه يعني نظام الحكم. اول ما اشوف مصطلح الحياه السياسيه ببدا اتكلم عن نظام الحكم. مستر، انا مخيلتي لما بسمع اسم شبه الجزيره العربيه ان كلها شويه قبائل، مفيش حاجه اسمها نظام حكم. انا مش متخيل ان في سياسه اصلا موجوده في شبه الجزيره. انت صح، انت مش غلطان، بس هل ده كان في كل شبه الجزيره العربيه؟ الاجابه لا، وده الرد اللي هنقوله دلوقتي. سكان شبه الجزيره العربيه نظرا لتقسيمهم كنوعيه السكان اللي بيعيشوا في داخل شبه الجزيره العربيه، ده اللي هيرد على سؤال ما هو النظام السياسي السائد في شبه الجزيره العربيه. السكان عندي كانوا بينقسموا لجزئين، جزء فيه بدو وجزء فيه حضر. البدو دول اللي بيسكنوا في الصحراء، والحضر دول اللي بيسكنوا في الممالك. فعشان كده بناء على تقسيم السكان ينقسم النظام السياسي الى قسمين. عندي في مناطق البدو هيكون في نظام قبلي اللي انت متخيله في دماغك، نظام القبائل وشيخ القبيله وغيره. لكن في الحضر هيبقى عندي نظام اسمه نظام شبه ملكي موجود في اليمن وموجود في ممالك الشمال الغساسنه والحيره. طب ما يلا نبص مع بعض نظره سريعه نشوف احداث الحياه السياسيه في قلب الجزيره العربيه. النظام القبلي، نظام قبائل، ده كان النظام السائد في معظم شبه الجزيره العربيه لان غالبيه السكان كانوا من البدو. ودي فكره مهمه جدا وخطوه اساسيه ازاي بتعرف السؤال في الامتحان. بيقوم على ان القبيله هي وحده النظام السياسي داخل مناطق البدو. يعني في اي منطقه في سكانها يعتبروا من سكان البدو، وحده واساس النظام السياسي عندهم هيبقى القبيله. القبيله دي عباره عن ايه؟ مجموعه من الناس تربطهم رابطه الدم والنسب، كلنا اسره واحده او عائله واحده او متزوجين من بعض، فكلنا نعتبر قبيله واحده. هي وحده النظام السياسي لدى البدو. ليهم مجموعه من الاعراف والتقاليد، ده نقدر نقول عليه الدستور بتاعهم. بس الدستور ده خلي بالك مش زي الدستور اللي احنا عايشين بيه دلوقتي، مش دستور مكتوب، دي اعراف وتقاليد. اصل جدك كان بيعمل كذا، اصل عمك بيعمل كذا، ده عرف وتقليد داخل القبيله. لكن مفيش قانون مكتوب، مفيش نص زي الدستور اللي موجود حاليا، لكن دستورهم اعرافهم وتقاليدهم زي ما بنقول بيربط ما بين افرادها زي ما قلنا رباط الدم والنسب، اقارب او متزوجين من بعض. وطبعا الفرد بيبقى ولاؤه الاول والاخير لمصلحه القبيله وبيعمل من اجلها، وده بالنسبه للنظام القبلي. بعد كده هنتكلم عن عناصر النظام القبلي. بيتكون من ايه بقى ومين اللي بيحكم في داخل النظام القبلي؟ عندنا رأس النظام القبلي هو حاكم القبيله بمعنى اصح، وهو شيخ القبيله. ده اللي بيتولى اداره القبيله. من حيث ايه؟ يعني نقدر نحط عنوان للفقره دي ونقول مهام او ادوار شبه مماثله للحاكم او للرئيس. انت في مخيلتك دلوقتي انت عارف ان في رئيس للدوله، ليه؟ عشان احنا في دوله، لكن دول في قبيله. فطبيعي او اساسي ان حاكم القبيله هو شيخها.
اللي هو ملكها او رئيسها زي ما انت بتقرب من فكرك او بتقرب من دماغك وبتقرب من الاحداث الواقعيه. شيخ القبيله، حاكم القبيله، مهام وادوار شبه مماثله، يعني نقدر نقول زي الحاكم او زي الرئيس. انت دلوقتي بتتخيل رئيس الجمهوريه، ليه؟ لان انت عايش في دوله، فشيخ القبيله هو يعتبر رئيس جمهوريه القبيله بتاعته. بيتولى اداره القبيله من حيث ايه؟ ايه مهامك يا شيخ القبيله؟ قال لك اولا انا بقود معارك القبيله، انا القائد، ما انا الاول والاخير، فانا بقود المعارك، يعني نقدر نقول عليها سلطه تنفيذيه. خلي بالك من الافكار، تنفيذيه ما بين قوسين عسكريه. ادي اول مهمه من مهام شيخ القبيله. اتنين، بيستقبل الوفود. طب ما دي تعتبر برضه سلطه تنفيذيه، في وفد جاي من قبيله ثانيه تزور قبيله بكر او تغلب او كنانه او قيس، فاللي بيستقبلهم حاكم القبيله، رئيس القبيله. جاي لك وفد من باريس، مين اللي بيستقبله؟ يا اما وزير الخارجيه يا اما رئيس الجمهوريه بنفسه، فدول ممثلين الدوله. طب ممثل القبيله في وقتها كان شيخ القبيله، يقود معاركها، يستقبل وفودها، نقدر نقول عليها سلطه تنفيذيه او دبلوماسيه. لو هنعمم المصطلح ونكبره شويه بقى، وطلبه العلم تحب الكلام ده وطلبه الادبي حافظه ودايسه الكلام ده قوي. بيعقد المعاهدات، برضه تمشي دبلوماسيه سياسيه تنفيذيه. كل دي افكار ممكن يعمل لك عليها سؤال. كل دي من ضمن السلطات التنفيذيه لشيخ القبيله. بيعمل ايه كمان شيخ القبيله؟ بيفصل في النزاعات. دي نقول عليها سلطه قضائيه، يعني يعتبر هو قائد في الحرب وفي نفس الوقت قائد في السياسة، معاهدات ووفود، ومعاه سلطة تنفيذية ومعاه سلطة دبلوماسية، وفي نفس الوقت هو قاضي القبيلة. ليه؟ لأن هو اللي بيفصل في المنازعات اللي بتحصل. بيعاون شيخ القبيلة مجلس اسمه مجلس القبيلة. ده بيضم مين؟ قال لي بيضم الزعماء وكبار المشايخ اللي بيتولوا مهام وشؤون القبيله، زي مهام دار الندوه اللي كانت بتعقده قريش عشان تتناقش في احوال القبيله وايه هي القضايا المهمه، زي حاليا مجلس النواب او مجلس الشعب اللي موجود عندك، او حتى مجلس الشيوخ والشورى. بعد كده بنتكلم عن العناصر اللي كانت موجوده عند النظام القبلي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، واتكلمنا عن شيخ القبيله واتكلمنا عن مجلس القبيله، عرفنا التفاصيل بتاعت القبيله كتكوين سياسي. فكده احنا ممكن نستنتج فكره ونقول هل القبائل دي كانت متعايشه سلميا؟ قال لي لا، لم تكن العلاقه ما بين القبائل تسير على وتيره واحده، يعني مش على طول في سلم. انت عرفت النظام اللي كان سائد داخل القبيله، مين اللي بيحكمها، الموضوع بيدور ازاي داخل القبائل دي، بس ده مش معناه ان حياتهم كلها كانت سلم ولا كلها كانت حرب، كانت بتتسم بالتباين، يعني الاختلاف، شويه سلم وشويه حرب وشويه احلاف. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني ممكن يحصل ما بين القبائل حروب، وده برضه اللي بيجي في مخيلتك اول ما تسمع قبائل، شويه ناس عمالين يضربوا في بعض. في فتره بيعيشوا فيها في سلام، وفي فتره بيعيشوا فيها في سلام بس في اطار واتفاق، وده اللي هنسميه باسم الاحلاف، وهنعرف التفاصيل دلوقتي. مستر طب ليه بيحصل ما بينهم حروب؟ العشوائيه بتجيب عشوائيه. قعدت شفت الحصه ما ذاكرتش وراها على طول وسجلت افكارك، مش هتعرف تلم، هتلاقي نفسك عندك حصه وراها محتاج ان انت ترجع تشوف الاولانيه وتضغط نفسك وتذاكر حصتين مع بعض، يخش عليهم ماده ثانيه وثالثه ورابعه، اتكعبلت يا معلم. اتكعبلت ليه؟ لان انت ماشي بنظام عشوائي. العشوائيه في الوضع اللي كانت عايشه فيه قبائل شبه الجزيره العربيه بدات تخلق مشاكل. مفيش حاجه اسمها حدود، مفيش حاجه اسمها المدى بتاعي منين لفين، انا قبيلتي دي مسيطره على ايه بالظبط. لا، ده كل قبيله كانت بتصحى من النوم تقول لك انا محتاجه ميه، فمورد الميه هناك اهو، فانا محتاج اروح اسيطر على المكان ده. طب المكان ده في قبيله ثانيه دي الميه بتاعتها، لا هروح اسيطر عليها. طب الاراضي، انا شايف ان امتداد الاراضي بتاعت قبيلتي من هنا لهنا. طب المكان اللي انا هقف عنده ده بدايه ارض قبيله ثانيه، لا هيحصل ما بينهم نزاع واللي يكسب يسيطر سواء على الماء او على المرعى. طب اتقتل ناس، قامت الحرب وفي ناس ماتت، عايزين نجيب حقها، ناخد طور بقى. يبقى الاخذ بالثأر والسيطره على المرعى والسيطره على الاراضي او السيطره على الماء، دي كانت اسباب الحروب اللي كانت بتنشأ ما بين القبائل. الموضوع بسيط، تخيل نفسك عايش في قلب الجزيره وشايف الاحداث قدامك. النزاع على الماء والمرعى عوامل اقتصاديه دفعت قبائل شبه الجزيره العربيه للحرب او الاخذ بالثأر. ممكن نسمي الاخذ بالثأر اللي هو الطار زي ما انت فاهم، او العادات السلبيه اللي كانت منتشره، نسميه ايه؟ اقتصادي ولا عسكري ولا سياسي ولا اجتماعي؟ بالعقل كده، مش ده مجتمع؟ يعتبر القبيله بمثابه مجتمع، واحد مات منهم عايزين يجيبوا حقه، فده يعتبر سبب اجتماعي. يبقى كان للاسباب الاقتصاديه والاسباب الاجتماعيه دافعا لقيام الحروب ما بين قبائل شبه الجزيره العربيه. طيب الدنيا هتمشي في سلم، خلاص هنتصالح، فنعمل احلاف. طب من الحروب دي كان فيها امثله، زي حرب تعرف باسم حرب البسوس،
وحرب الفجار وليس الفجار. في اقوال هتقول لك حرب الفجار، والتشبيه او المثل او القول ده مش مظبوط او مش دقيق. حرب البسوس دي عباره عن ايه؟ كتفصيله بسيطه واحكي لك القصه نفصل بيها زي ما اتعودنا. كان في واحده ست اسمها البسوس بنت المنقذ. الست دي كانت من قبيله من القبائل اللي كانت منتشره في شبه الجزيره العربيه اسمها قبيله بكر، وكان عندي قبيله تانية اسمها قبيله تغلب. فكان نظرا للصراعات زي ما قلت لك اللي كانت بتحصل ما بين القبائل اللي اسبابها بالنسبه لك تعتبر تافهه، لان لو في قانون بيحكم الناس دي الحروب دي ما كانتش بتحصل. بس قلت لك العشوائيه بتجيب عشوائيه. فالبسوس اللي هي المراه دي كانت عمة أو خالة واحد اسمه الجساس ابن مرة. فكان جساس وعمته البسوس أو خالته على حسب الأقوال اللي كانت تقال كانت ليها ناقة كمل إبل. فالناقة دي دخلت أرض تبع حد تاني من قبيلة تانية اللي هي قبيلة تغلب. فعشان كده هيتم قتل الناقة اللي كانت تابعة للامرأة اللي هي تعرف باسم البسوس، ولما تتقتل الناقة فهيبقى زعيم قبيلة بكر في صراع مع زعيم قبيلة تغلب. كان عندنا الجساس بن مرة زي ما قلت لك، وعندنا واحد يدعى كليب، ده كان من القبيلة التانية اللي هي قبيلة تغلب. فكده الجساس عايز يجيب حق الناقة بتاعت عمته أو خالته اللي هي البسوس، فكان عايز يجيب حقها من اللي قتل الناقة أو أراق دمائها اللي هو زعيم قبيلة تغلب اللي هو مين؟ اللي هو كليب زي ما اتفقنا. فكده تقوم حرب ما بين قبيلة بكر وما بين قبيلة تغلب، تنتهي بأن الجساس بن مرة يقتل كليب، وتنشأ حرب تستمر لمدة 40 عام. تخيل ان حرب بسبب ناقة، سبب تافه جدا. حرب الفجار او كما يقولوا الفجار، الاسم الادق هي حرب الفجار. ليه؟ كانت الحرب دي نشأت في الأشهر الحرم. ليه بتتسمى بالفجار برضه؟ عشان تبقى عارف المسمى بسبب كثرة الفجور اللي عملوا العرب في الحرب دي، من كثرة القتل، من استباحة القتل في الأشهر الحرم. احنا كان عندنا أشهر اتفق فيها العرب على عدم القتال، زي شهر ذي القعدة، زي محرم، زي رمضان. الأشهر دي ما فيهاش قتال، فده كان اتفاق من العرب حتى قبل ظهور الإسلام. إلا إن قامت الحرب دي برضه في الأشهر الحرم وتم إراقة دماء كتير فيها، فعشان كده عرفت باسم حرب الفجار. بالنسبة للأحلاف، قال لي القبائل العربية في الحجاز عملت أحلاف فيما بينها، أشهرها كان حلف اسمه حلف الفضول. إيه حلف الفضول ده؟ القبائل بعد ما كفانا حروب وكفانا قتل، طب ما تيجي نتفق مع بعض، تعال نقف كلنا يد واحدة ونساعد المظلوم ضد الظالم، وان احنا لا نخذل بعضنا ابدا. تعهدت فيه حلف الفضول قبائل مكة على ان تكون يدا واحدة مع المظلوم على الظالم، والا يخذل بعضهم بعضا. وقد قيل ان الرسول عليه الصلاة والسلام شهد هذا الحلف، مع ان هذا قول ضعيف للأمانة العلمية. ان الرسول عليه الصلاة والسلام شهد هذا الحلف ده ملوش مصادر دقيقة، بس بنقوله نظرا للمعلومات اللي عندنا. تاني نظام عندنا بعد النظام القبلي هو النظام شبه الملكي. يعتبر نظام متطور نوعا ما، في شبه نظام نقدر نقول عليه نظام نوعا ما. هو النظام السياسي السائد فين؟ زي ما اتفقنا في الحضر. احنا عرفنا ان النظام القبلي كان سائد في البدو عند القبائل، انما النظام شبه الملكي هو اللي كان سائد في الحضر، خاصة في ممالك شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية. كان عبارة عن ايه؟ نظام وراثي. ادي اول فرق واول اختلاف ما بينه وما بين نظام القبيله، ان هنا في توريث، ملك موجود يجي من بعده وريثه. تاثرت هذه الممالك بالنظام السياسي لمين؟ للمجاورين ليهم بحكم الموقع الجغرافي. خد بالك انا بتكلم في ممالك الشمال، عندي الغساسنه وعندي الحيره. فتاثر كل من الغساسنه والحيره في نظامهم السياسي بحكم موقعهم الجغرافي بالامبراطوريات المحيطه بيهم. اتفقنا ان الغساسنه كانت بتتبع الروم، فالروم هم اللي كان عندهم النظام ده، فالغساسنه نقلوا نظامهم الشبه الملكي من الروم، والحيره كانوا قريبين من الفرس، فهم نقلوا النظام شبه الملكي من امبراطوريه الفرس او من دوله ساسان او دوله ال ساسان. طيب النظام ده يعتبر نظام وراثي، كان متاثر فيه الممالك اللي احنا اتكلمنا عليها بالنظام السياسي لكل من الفرس والروم. عناصر وتكوين هذا النظام بيكون من ايه؟ اولا على راس النظام ده زي شيخ القبيله هنا في الملك. جميل. مهام الملك ايه او وظيفته ايه؟ بيتولى اداره شؤون البلاد وحمايه حدودها. خد بالك ان كان شيخ القبيله بيتولى اداره القبيله مش البلاد، وبيأمن حدودها وبيحفظ امنها برضه وبيقودها في المعارك. يعني شيخ القبيله والملك اتفقوا في السلطه السياسيه وبرضه سلطه عسكريه.
ودي فكره وسؤال خلي بالك. بعد كده عندي كبار الموظفين، دول كانوا بيساعدوا الملك في الحكم وبيساعدوه في اداره شؤون البلاد زي مجلس القبيله هناك. بعد كده عندي حكام الاقاليم، حكام الاقاليم دول نواب الملك. بمعنى بسيط، انا دلوقتي عندي الملك موجود في العاصمه، فلنتخيل ان في مصر مثلا كانها مملكه، فالملك هيقعد فين؟ هيقعد في العاصمه زي الرئيس بيقعد فين؟ بيقعد في العاصمه في القاهره على سبيل المثال. طب ما انا عندي اسكندريه وعندي اسوان وعندي اسيوط وعندي سوهاج وعندي البحيره وعندي كفر الشيخ وعندي المحافظات دي كلها، عايز توصل لايه؟ عايز اوصل ان الرئيس ده او الملك ده مش هينزل بنفسه يحكم المناطق دي كلها في نفس الوقت، هو قاعد في العاصمه، فلازم يبقى ليه نائب، حد ينوب عنه، حد يقوم بدوره في الحكم داخل الاقاليم. الاقاليم زي المحافظات دلوقتي، فكان في حكام الاقاليم اللي هم حاليا المحافظين، دول هم اللي كانوا بينوبوا عن الملك في اداره وحكم الاقاليم، بس طبعا بيتبعوا سلطه الملك مش بيمشوا بدماغهم. وكان بيسمى كل منهم كبيرا، يعني كان حاكم الاقليم زي ما دلوقتي بقول محافظ، في وقتها كنت بقول كبير على حاكم الاقليم. طب ما احنا كده ممكن نحط فكره هنا وممكن نحط سؤال، خلي بالك يا معلم، خلي بالك من الافكار والاسئله. الملك ده السلطه المركزيه، طب وحكام الاقاليم السلطه اللامركزيه. جامد. تاني نرجع تاني ونشوف الفكره اللي بنقولها. الملك سلطه مركزيه، ليه يا معلم؟ ده مركز الحكم، ده نواة النظام شبه الملكي زي شيخ القبيله، ونظام القبيله كان هو نواة الحكم عند القبائل وعند البدو، فنقدر نقول ان الملك هو النواه في النظام ده، شيخ القبيله هو النواه في النظام الملكي، يعني ده السلطه المركزيه، هو اللي متمركز في ايد الحكم. طب مين اللي بينوب عنه؟ حكام الاقاليم. فكده السلطه مش مركزيه، ده كده السلطه لا مركزيه، يعني مش بتتمركز في مكان واحد، لان في حكام اقاليم بيحكموا في الاقاليم نيابه عن الملك، فنقدر نقول عليهم سلطه لا مركزيه. خلي بالك كويس قوي. بعد كده عندي المجلس العام اللي كان بيتبع للملك، بيتكون من كبار الاثرياء وبيتكون من الموظفين وبيتكون من الكهنه. بص بقى ورقك وقلمك، طالب العلمي طالب الادبي، ركز احنا بنطلع افكارنا ازاي. كون ان انا بقول ودي فكره جديده، مجلس عام، المجلس ده بيتكون من كبار الاثرياء، طب ما انا ممكن اقول ان هنا يعتبر كان في طبقيه او في عنصريه من خلال المجلس العام. ليه؟ لانه بيكون من كبار الاثرياء. فكره حلوه. الكهنه ممكن اقول ان كان المجلس العام اللي بيتبع الملك يحمل صفه دينيه. يجي لك سؤال ويقول لك اي من عناصر النظام شبه الملكي اتسمت بالطبع الديني؟ المجلس العام نظرا لوجود الكهنه. افهم اللعبه. اخر عنصر عندي هو نظام الجيش. الجيش كان عباره عن فرق عسكريه مختلفه بتدافع عن المملكه وبتقوم بدور منظم. خلي بالك لما اتكلمنا في القبيله قلنا ان الملك ما كانش موجود، كان في شيخ قبيله. قلنا ان الجيش ما كانش فيه جيش منظم. ليه؟ لان هي قبيله، فكانت القبيله كلها بتطلع تقاتل وشيخ القبيله على راسهم وهو اللي بيقودهم في المعركه. لكن هنا في جيش. اختلف اسلوب الدفاع عن كل من الممالك والقبائل من حيث وجود جيش منظم. فكره جديده وفكره سؤال خلي بالك منها. في الاخر احب اقول لك ان مع شفره الكونت هي عباره عن ايه، وده اللي هنعمله في كل حصه عندنا. الدرس كله في ورقه واحده، ملخص تعمله بايدك تلم بيه افكار الدرس. احنا كنا بنتكلم عن ايه النهارده؟ كنا بنتكلم عن الممالك والمدن، كنا بنتكلم عن التشابه والاهميات كافكار واستنتاجات تاهلني ازاي احل سؤال، كنا بنتكلم عن النظام السياسي وانقسامه. طب ما تيجي ناخد جوله ونبص مع بعض ايه هي شفره الكونت. شفرة الكونت عندي بتتكون من أول حاجة تلخيص للدرس. كنا بنتكلم عن إيه النهاردة؟ كنا بنتكلم عن مجموعة من الأفكار وحكاية وحدوتة حكيناها سوا. الممالك والمدن اللي اتكلمنا عليها النهاردة، اتكلمنا عن ممالك الجنوب معين وسباق وحمير، اتكلمنا عن الحيرة والغساسنة اللي موجودين في شمال شبه الجزيرة، اتكلمنا عن مدن الغرب مكة ويثرب والطائف وأهمية كل واحدة فيهم اللي كانوا متواجدين في منطقة تعرف باسم منطقة الحجاز. بص احنا بنقدم لك ايه. اتكلمنا بعد كده عن التشابه والاهميه، افكار نقدر نستنتجها من خلال الروابط المشتركه. مكه كانت شهرتها دينيه بسبب ايه؟ بسبب وجود بيت الله الحرام، وكان ليها شهره اقتصاديه بسبب ايه؟ ان هي موجوده على طريق القوافل ما بين الشام واليمن، وكانت بتنظم الرحلات التجاريه زي ما قلنا رحلتي الشتاء والصيف. اسواقها وشهره اسواقها زي المجاز ومجنه بالقرب منها. اكتسب موقع المدينتين مكة ويثرب أهمية خاصة، الاتنين مهمين اقتصاديا ما بين قوسين تجاريا بسبب موقعهم الجغرافي، يعني عوامل طبيعية أكسبتهم أهمية اقتصادية. سجل ورايا عشان تعرف تحل ما بين اليمن والشام. سبق لعب الدور في التغيير الديموغرافي
لشبه الجزيرة العربية بسبب انهيار سد مأرب، وأدى لانتشار قبائل اليمن في شبه الجزيرة العربية، فاستقروا في يثرب، وقبائل الأسد في الغساسنة وفي الحيرة. تشابه كل من الحيرة والغساسنة في الأصل العرقي، الاثنين أصلهم من القبائل اللي جت من اليمن، بس اختلفوا في الولاء السياسي. اختلفوا من حيث ايه؟ اختلفوا من حيث تبعية كل منهم لإمبراطورية أو لدولة مختلفة. كان الغساسنة بيتبعوا الروم، لكن الحيرة كانوا بيتبعوا الفرس. يبقى الاثنين تشابهوا في أصلهم العرقي، جايين من نفس المنطقة، وكمان كان عندهم الديانة المسيحية، فتشابهوا برضو في الديانة السائدة، لكن اختلفوا في الولاء السياسي أو في السياسة الخارجية، من حيث الحيرة تتبع فرس، الغساسنة تتبع روم. بعد كده بنتكلم عن النظام السياسي. النظام السياسي اتكلمنا عن النظام القبلي، عرفنا انه كان النظام الغالب في شبه الجزيرة العربية نظرا لطبيعة شبه الجزيرة الصحراوية، فكان معظمها قبائل. طب والنظام الحضر اللي كان اسمه النظام شبه الملكي، اللي كان موجود في الشمال في الشام وفي العراق وجنوب شبه الجزيرة العربية. شيخ القبيلة كان معاه سلطة تنفيذية وقضائية زي ما طلعنا أفكارنا مع بعض. اختلفت العلاقة ما بين القبائل العربية قبل الإسلام، كان في علاقة حرب، في علاقة سلم، في علاقة أحلاف. الحروب اللي كانت بتحصل كانت لأسباب اقتصادية واجتماعية، يا إما بيتخانقوا على الأرض أو بيتخانقوا على المية أو عايزين ياخدوا بالطار بسبب حالات القتل اللي كانت موجودة. وده كان شفرة الكنت اللي هقدمها لك في كل درس عشان نلم الدرس في ورقة واحدة ونجمع أفكارنا كلها ونعرف إحنا كنا بنتكلم على إيه. وفي الختام أنا مستر حازم عبد الله، مدرس مادة التاريخ من موقع الخطة، ودي كنتاية من التاريخ.